السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي يوميات جزائرية. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما نبداو حبيت نشكركم بزاف على تعليقاتكم المتميزة والمشجعة. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم يا رب العالمين. اليوم جيتكم بفيديو نجاوب فيه على بعض تعليقاتكم، وكل مرة إن شاء الله نهز تعليقات ونجاوب عليها. درك ما تنساوش ديروا جام وابوني للقناة باش يلحقكم كل جديد. نبدأ بأول سؤال. الأخت قالت لي أنا خياطة ممتازة، قاعدة في الدار، قالت لي ما نخدم ما والو، مدمنة على التليفون. وللعلم الأخت متزوجة وعندها أطفال، وتعاني من القولون العصبي وتشرب دواء الاكتئاب. شوفي أختي، انتي راكي تقريبا في نفس الدوامة اللي كنت فيها. درك أول حاجة ننصحك انك خمي في صحتك قبل كل شيء، خاطر بلا صحة ما تقدري ديري والو. كيفاش راح تحاربي وانتي مبليسيا؟ كيفاش؟ ما تصلحش. درك اول حاجة ريقلي صحتك، ومن بعد باه تعاودي ترجعي للخدمة وتافونسي، وباش تقدري اصلا تافونسي. درك القولون العصبي اختي، اول حاجة اديها من عندي. السبب الرئيسي والاساسي ليه هو سبب نفسي قبل ما يكون سبب جسدي. انا مجربات القولون العصبي. شوفي روحك نهار اللي تعودي قلقانه، عندك مشكل، مستريسيا، هذاك نهار يحكمك القولون العصبي. دي فوا احنا نجيبوها بيدينا، جيبيها نهار كامل وانتي حاكمه التليفون، طالعه 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 طالعه، تحسي بروحك ما عندك حتى معنى. يروح نهارك غير في الليريال. درك وش راح ديري؟ راح تقلقي كيما درك قاعده تخمي بعد انا ما درت والو، وانتي ديجا عندك مهنه في يدك، بصح ما درت والو. وش ديري؟ وتشوفي في الانجازات تاع الناس هنا بعد انتي راح تقلقي من الحاجه هذه، منها ديريكت راح ينوضلك القولون العصبي. تسمى السبب تاعها هو نفسي قبل ما يكون جسدي. درك اختي اول حاجه ديريها ركزي على النفسيه تاعك، ركزي على تخمامك، اقعدي هيك مع روحك. اخي قلقتي ما نهزش التليفون ونبقى نقلب، لا قلقت نبقى مع روحي ونخمم انا وش بيا، وش هي الحاجه اللي مقلقتني. اول محطم ليك هو اللي بين يديك درك الهاتف النقال. كنت شوفوا التأثير تاع الخمول وقلة الحركة واللي ريل هذوك اللي نضالوا نشوفوا فيهم، تشوفوا التأثير تاعهم على الدماغ تاعنا، تقولوا صايي ما بقيناش نزيدوا نهزوا التليفون، ما بقيناش نبقاو قاعدين في بلاصه واحده ساعه. تقولي ما بقيتش نبقى قعدت هذه ساعه في بلاصه واحده. وينك يا حنا؟ والله مرات نشوفوا رواحنا تجيبيها 4 سوايع وانتي حاكمه التليفون هاك. وين بيه؟ وين؟ تأملوا برك ربي كيفاش خلق الجسم تاعنا، المفاصل، العضلات، المفصل وش هي الدور تاعو، الحركه باش يتحرك. العضلات ثاني كيف باه تتبنى لازم تتحركي. كيف انتي قاعده ربي اصلا خلق لك الجسم تاعك للحركه، وانتي هالكاتو بالقعده والخمول وما ديري والو في حياتك. ونحوسوا نكونوا لاباس ونكونوا زاهيين، وان بليس دو سان نزيدو نحوسوا يكون عندنا سوارد والرزق تسمى. بلا هذه نزيدو نحوسوا بلا ساعه يكون عندنا سوارد ونديروا بالقعاد. اي ما كانش من هذه. والسبب تاع هذا كل قلت لكم التليفون. تكوني قاعده خدمتي يا سيدي خدمتك تاع الدار عادي، ترجعي لهكا تقولي نهز تليفوني نشوف واش كاينه، تقولي نهزو ما سيدي 4 دقائق 5 دقائق، تلقاي روحك في ساعة 2 3 4. هذيك تكون عندها مسؤولية. اما اذا ما عندهاش مسؤولية تلقاها نهار ملي تنوض ويحل عينيها في التليفون. على ما تحسيش بالوقت. هذا الادمان على الهاتف هكا يدير لك بعد كيما الادمان على المخدرات، كيما كأي ادمان، كيما هيك الادمان على الهاتف. تلقاي روحك هكي في 4 سوايع 5 سوايع 6 سوايع. راح النهار، راح السمانة، راح الشهر، راح العام، وراح عمرك. والله غير العمر يروح ما تحسوش به كيفاه يروح. كيما هيك، كيما فاتت سمانة وما حسيتيش بها يفوت الشهر وما تحسيش، يفوت العام وما تحسيش، يفوت العمر وما تحسيش. تغمضي عينيك تلقى روحك في 40 في 50 سنة في 60 وانتي ما درتي والو في حياتك. ومن بعد تحكمكم الندامة. شوفوا بركة كي نمرضوا، انا دي فوا كي نمرض نقولوا يا ربي بركو نوض من هذه المرضى. شتو ذاك القهر اللي يحكمكم تاع تقولي كي نرتاح نوض وندير. هذه مرضى بريوده، مثلا مرضتي 3 ايام و4 ايام تاع لدرجه انك التليفون ما تقدريش تهزيه به ما تضيعيش به الوقت. تحكمك هذيك القنطه
تقولي كون النوض برك يا ربي ان شاء الله نرتاح برك ونوض ندير ونخدم. تحسي بواحد الندمه، بواحد الحراره هيك، تقولي يا كي كنت مرتاحه، يا علاه ما كنتش ندير هيك وندير هيك. كيما هيك كي فضل عمر كي تلقاي روحك في 70 سنه في 60 سنه وانتي ما درتي والو، تحكمك نفس الحسرة وأكثر، والله تحكمكم نفس الحسرة وأكثر. كي تشوفي إنتاجاتك وتراباتك داروا التاويل ولبس بيهم وخدموا، ربي يرزقهم خاطر ماكش تعبوا، بصح انتي جبتيها راحة وزيدي تكملي حياتك في الراحة، هاي ما كانش منها. راح تتعبي، لما تعبتيش درك تتعبي من بعد. والدنيا هذه دار ابتلاء. ربي سبحانه يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، معناتها في الدنيا هذه تقعدي تكابدي حتى يموت الإنسان. فهمتوا؟ تخليوش رواحكم تضيعوا، خاصة الهاتف درك أكثر حاجة قاعدة تضيع في الناس هي الهاتف. نقولها ونعاودها خاطر ماكش أنا كنت في هذا الدوامة. بعد نرجعوا لدوالة الاكتئاب. كيفاش تشربي دواله الاكتئاب وانتي داخله اصلا، انتي اصلك دخلت له في المركز تاعو الاكتئاب، اكي داخله في النص انتي الاكتئاب. كي ما تقرريش انتي تنحيه من راسك الاكتئاب، انتي اللي تقرري تخرجي من الاكتئاب، ماشي الدواء اللي خرجك وماشي الطبيب اللي خرجك. الطبيب كي تروحي له يمدلك نصائح، يمدلك دواء كيما قلت، بصح واش راح يدير لك كي ما تقرريش انتي تديري الخطوه وتخرجي من الاكتئاب هذا. حتى واحد ما يعاونك، انتي الوحيدة اللي تقدري تعاوني روحك، انتي الوحيدة اللي تعرفي روحك. درك اقعدي مع روحك وخمي مع روحك، انا وش نقدر ندير وكيفاه نقدر نخرج من هنا. درك انا نمدلك بعض النصائح يعني اللي فادتني، سواء من ناحية القولون العصبي ولا من ناحية تضييع الوقت. اول حاجة ننصحكم انكم تبداو بها نهاركم هي صلاة الفجر. نوضي لصلاة الفجر، رجلي تليفونك ما على باليش، قولي لوحدي ينوضك، لازم تنوضي لصلاة الفجر. نهار الاول بالسيف لا تنوضي، ايه على بالي ماشي سهلة، لا بصح نوضي لصلاة الفجر. الصلاة هذه وعلاش؟ اي بلا مزية منها صلاة ربي، ومش محتاج لصلاتك، اكي انتي اللي محتاجة ربي سبحانه، انتي اللي محتاجاته، انتي اللي راح تدعيه، انتي اللي راح تطلبي منه ربي، وفي غنى عنك، مش محتاجك ربي، بصح انتي محتاجه ربي سبحانه، انتي محتاجته في ذره الاكسجين هذيك اللي تدخلك، انتي محتاجه ربي سبحانه. ما تقدري تديري والو بلا ربي سبحانه وبلا توفيق ربي سبحانه، والله ما تقدري تديري خطوه في حياتك. بعد ما تصلي جيبي اذكار الصباح تاعك، اقراي اذكار الصباح تاعك، حسن حصين سبحان الله، اقراي اذكار الصباح تاعك. حتى إذا ما قدرتيش خير الأساسية منهم تلعين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. جيبي الأساسيين هذم اللي تحسيهم إنهم راح يحميوك بالعقيلة، كل مرة زيدي دعاء، كل مرة زيدي ذكر، كل مرة حتى تعودي تجيبي أذكارك، يعني لا إرادي دوك تحفظيهم. مرة هزي كتاب هيك وقرايهم منه، والله في ورقة ولا من تليفون، ما نصحكش أصلا بالتليفون إنك تهزيه. جيبي حصن المسلم هذاك صغير والله اقراي منه بشوية تعودي تقرايهم لا إرادي، تصلي صلاتك تحبي هذا تحكمي بلاصتك وتطفي ضوء نورمال، وقت تجيبي في أذكارك من راسك، أكي راكبة في بيس رايحة تخدمي ولا ما باليش، وقت تجيبي في أذكارك من راسك تحفظيهم لا إرادي بالتكرار. ثاني أهم حاجة ما تهزيش التليفون كي تنوضي، ما تحليش عينيك في التليفون، هذيك اللحظه ذيك اللي تحلي فيها عينيك هذيك اللي راح تاثر لك على جوده النهار كامل، النهار تاعك كامل عفوا. ما تهزيش تليفون كي تنوضي، ما تحليليش عينيك في التليفون، فهمتي؟ بعد ما صليتي استعاوتي رجعتي رقدتي ومن نوضي ديراكت، نظمي سريرك، روحي ما بليش انا نوضي افطري ديري حاجه، ما تهزيش تليفونك، ما تهزيش برك تليفونك. ثالث نقطه ننصحك بها انك حاولي قدر المستطاع تدخلي صلاة الضحى للصلاة، حاولي قدر المستطاع، عندها تأثير إيجابي بزاف في الحياة، سماها الرسول صلاة الأوابين. تبدأ من شروق الشمس، يعني من كي تنوضي عندك تصليها مثلا 9، انتي مثلا 9 ل10 صليها ركعتين ولا 4 ولا 6، المهم صليها، يعني عندها والله الحمد لله يا ربي، نحس انها فضل ربي سبحانه، وهي يعني عندها تأثير بزاف في حياتي صلاة الضحى. رابع نقطة ننصحك بالتخطيط ليومك، خطي ليومك،
خطي، جيبي اجنده، جيبي ورقه وستيلو، خطي النهار. قال انا عندي اليوم هذا هاني وش راح ندير وش راح ندير وش راح ندير، هاي وش عندي من مهام، وديروها كأولويات ثانويات. كش فيديو ان شاء الله كش نهار اذا كنتم مهتمين خليولي ندير لكم فيديو على كيفية التخطيط. خامس نقطة، دخلي حاجة مفيدة في حياتك. هواية، ما عندكش هواية، واحدة من تقولي ما عنديش هواية، حوسي القاي حاجة تميلي لها تحبي تفرحي ديريها، فهمتي؟ وماشي تليفون حاجه ما نبليش انا. دخلي قراي في العوضه ذاك، عوضوا العادات السلبيه بالعادات الايجابيه. انتي مالفه تروحي تهزي تليفون؟ لا يا اختي، المره هذه انا راح نهز كتاب نقرا، نهز كتاب نقراه، ما نشتيش نقرا حتى نقرا ما نبليش واش قاعده نقرا، المهم نقرا الكتاب هذاك. تميلي مثلا للروايات ومنا، بداي بالروايات عادي، بداي بالروايات، فهمتوني؟ بداي بالروايات، اي حاجه تميلي ليها، المهم دخلي عاده ايجابيه في حياتك. اقراي، ارسمي، خيطي، ديري اشغال يدويه، روحي طيبي حاجه، فهمتوا؟ المهم حاجه تخدمي فيها عقلك، ماشي كيما التليفون تبقاي طالعه في الليريل وفراته. اني نوصي ونعاود على التليفون، خطر ماكش اذاك هو السبب الرئيسي اللي قاعد يدمر فيكم ودمرنا كامل. اذاك هو السبب الرئيسي، راهو ادمان هو والمخدرات، انا نشوف فيهم كيف وبالك هو اسوأ من المخدرات. سادس نقطة، ورد القرآن. قراي وردك تاع قرآن، قراي ورد تاع قرآن، يا ربي ما نص صفحة، صفحة. بداي بالعقيلة، كل مرة لازم تجيبي ورد في النهار، ما متعقبيش نهارك بلا ما تقراي وردك تاع القرآن، ما تعقبيش نهار بلا ما تقراي ورد تاع قرآن، فهمتوا؟ سابع نقطة نهضر عليها هي سورة البقرة، خاصة اللي عندهم العجز بزاف والكسل. علاش؟ خاطر ماكش العين حق، قادرة تكون عين، قادر السحر، ما تدراوش. انا يعني ما نكذبش بهذه الحوايج. اقراو سورة البقرة، راهي حصن حصين ليكم، سورة البقرة حصن حصين ليكم، حاجة متمسكم. انتي يا اختي خايفة من جارتك وخايفة من فاميلتك لا تحسدك ولا لا، ما ديريش بها سبة وتبقاي قاعدة في بلاصة. نقرا سورة البقرة ونتوكل على ربي ونخدم خدمتي. لا حصن حصين شغل، تخيلوها هيك قبعة زجاجية هيك حميتكم، فهمتوا؟ حاجة ما تقيسكم، لا انس لا جن لا عين لا والو. اقراي سورة البقرة، ماشي شرط تقرايها في جلسة واحدة، قسميها سيدي على اوقات الصلاة. المهم اقراي سورة البقرة في يومك، ما تضيعوهاش من حياتكم سورة البقرة. عندكم ثامن نقطة، صلاة في وقتها. حابة تنظم حياتك، حافظي على الصلوات في وقتها. كيفاش انتي ماكش محافظة على الصلوات في وقتها وتحوسي تنظمي حياتك؟ حافظي على الصلاة في وقتها، كل وقت ووقته. يأذن الأذان خلي وش في يدك ونوضي توضعي تصلي. هذه هي الحاجة الأساسية، من هنا تبدأ تتنظم حياتكم. كي تنظمي صلاتك وتنظمي علاقتك بربي سبحانه، تقربي من ربي سبحانه. الوحيد اللي راح يعاونك شتو تذلوا ربي سبحانه في الصلاة، في السجود، في كل وقت ادعيوا ربي، يقولوا يا ربي شتي ادري ما بالدارجة، يا ربي اني ما عرفتش كيف ما عاوني، يا ربي نعت لي الطريق، يا ربي انا ما نعرفش، انا بلا بيك ما نقدر ندير والو، وصح بلا ربي سبحانه والله ما نقدر نديروا حاجه، خطوه ما نقدروش نخطوها في الدنيا هذه. ننصحك ثاني قبل ما ترقدي لتيزان زراعه البسباس، مفيده للقولون العصبي يعني عن التجربه. نعناع، هذوما يعني مهدئات تقدري تشربيهم قبل ما ترقدي. ننصحك ثاني بالرياضه، تقدري تمارسي رياضه ولا ما تدار وفلات، انا ما قلت لكمش اخرجوا برا ومارسوا الرياضه ولا صال دو سبور، لا من الدار اجبدي في اليوتيوب كاين كلش. كاينه هذيك سارة بوب فيت نورمالمون، هذيك مليحه من الدار وانتي مدايره حركات يعني مفيده اصلا للقولون يعني الرياضه. عندك كثري الاستغفار ثنا قبل ما ترقدي، راه من مفاتيح الفرج. استغفري، حوقلي، الصلاه على النبي. والله هذا هم النصائح ان شاء الله اللي قدرت نتفكرهم وفتك بهم، وكل مره ان شاء الله نديلكم نصائح فادوني بزاف في حياتي وبدلوني. خاطركش ماما انا كنت يعني والله نحس بيكم كي تقولوا لي هكا، ماما انا كنت في نفس الدوامه اللي راكم فيها. عانيت بزاف يعني سنوات، مشي عام وزوز. وفضل ربي سبحانه اني قدرت نتحرك من هذيك الدائره اللي كنت فيها ونخرج منها. درك قررت نفيدكم بالنصائح تاعي، وان شاء الله تكون في ميزان الحسنات. تبخلوش عليا بالجام وبالابوني، واي سؤال خليولي ان شاء الله في التعليقات، كل مره نجاوبكم ونمدكم نصائح.
وثاني حبيت نقولكم اذا حبيتوا نفتح لكم قناة تكون خاصة غير بالخياطة، نعلمكم فيها اساسيات الخياطة من الصفر، خليوني ثاني في التعليقات نفتح لكم قناة يعني محتوى يكون خاص غير بالخياطة. درك على هذه نقولكم متهلاو في رواحكم، وان شاء الله نكون فتكم ولو بالشيء القليل. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.